ازيكوا يا صحاب؟ ايه ده؟ يا خبر ابيض! ده أنس صباعه متعور وفيه دم. أنس نادى وهو بيعيط: ماما، يا ماما. ماما جاية جري. ايه يا أنس، مالك؟ أنس مسك صباعه وقال: صباعي اتعور وفيه دم كتير بينزل مني، أنا حاسس إني دايخ. ماما بصت على الجرح الصغير وابتسمت علشان تهديه، وبعدين قالت: بلاش دراما يا أنوس، ده جرح صغير قوي، والدم هنوقفه حالا. نغسله كويس ونحط عليه شاش. أنس وماما دخلوا الحمام، غسلوا الجرح وربطوه بشاش. ماما سألت بهدوء: بس قولي، انت اتعورت ازاي؟ أنس ارتبك: لوحدي كده. ماما بصت له بحزم وقالت: احنا اتفقنا قبل كده، لازم نقول الصدق. قولي، الجرح ده حصل ازاي؟ رد أنس بخجل: بصراحة كنت بلعب بالمقص، وانا عارف انك قلتيلي ملعبش بيه عشان ما تعورش. انا آسف. ماما قالت بحزم وحنان في نفس الوقت: رغم اني زعلانة، بس اتمنى اللي حصل ده يعلمك درس مهم، انك تسمع الكلام وما تعملش كده تاني. أنس وطى راسه واعتذر: حاضر، مش هعمل كده تاني. ماما ابتسمت وقالت: طب تحب تاخد درس تاني بس في شكل حدوتة مش تعويرة؟ أنس فرح قوي وقال بحماس: أيوة طبعا. قعدوا على السرير وماما بدأت تحكي: النهاردة هحكي لك عن السائل الأحمر، سائل جميل فيه سر الحياة، بس الاستهانة بيه ممكن تؤدي لضرر مخيف: الدم. أنس ضحك وقال بهزار: ما أنا شفت. ماما ضحكت وقالت: الدم بتاعنا عبارة عن حاجتين، سائل وخلايا. وبصت لأنس وقالت: تيجي نركب السفينة وننطلق في رحلة معاهم؟ يلا بينا. رد أنس بحماس: يلا بينا. وفجأة أنس لقى نفسه صغير، والسفينة بتجري جوه عالم أحمر واسع. ماما قالت: بص يا أنس، دي كرات الدم الحمراء. أنس بدهشة: شكلها كرات حمراء صغيرة. ماما: جوه كل واحدة فيهم حاجة اسمها الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده زي شيال شاطر، ياخد الأكسجين من الرئة ويوصله لكل الجسم. سأل أنس: ليه الجسم محتاج أكسجين؟ جاوبت ماما: عشان يصنع طاقة، زي ما المصنع محتاج كهرباء عشان يشتغل، جسمك محتاج طاقة عشان تقدر تتحرك وتلعب. أنس لاحظ حاجة وعلق: بس دي رفيعة قوي. ماما: أيوة، خلايا الدم الحمراء مرنة ورشيقة، تعدي من أضيق أماكن في الأوعية الدموية عشان توصل لكل جزء في الجسم، وعددها كبير جدا، عشان كده الدم لونه أحمر. السفينة كملت الرحلة وظهروا خلايا أكبر ولونها أبيض. أنس بابتسامة: دول صحابي، أنا قابلتهم قبل كده. ماما: دول خلايا الدم البيضة، ده جيشك اللي بيحارب الجراثيم والأعداء. رد أنس بفخر: جيشي قوي. السفينة اتحركت شوية وأنس شاف حاجات صغيرة قوي. أنس سأل: إيه دول؟ جاوبت ماما: دول الصفايح الدموية. وفجأة حصل جرح، الصفايح جريوا كلها، مسكوا في بعض وعملوا شبكة قوية قفلت الجرح. ماما علقت: الصفايح بتعلمنا درس مهم، الاتحاد قوة ولازم نتعاون كلنا سوا. أنس قال بسرعة: هم دول اللي وقفوا الجرح لما اتعورت؟ أيوة يا أنس. أنس بص حواليه: طب كل دول بيعوموا في إيه؟ ماما شاورت وقالت: شايف البحر ده؟ ده اسمه البلازما. أنس: زي البحر اللي بنعوم فيه في المصيف؟ ماما: بالظبط، بس البحر الكبير فيه سمك، البحر ده فيه بروتينات شيالة زي تاكسي بتوصل الأكل والفيتامينات، وفيه أجسام مضادة بتساعد في حماية الجسم، دول زي حراس في جهاز المناعة، وفيه عوامل تجلط
بيساعدوا الصفائح الدموية لما يحصل أي جرح ويوقفوه سوا. أنس قال بإعجاب: ده مش بس بحر، دي مدينة كاملة. ماما كملت: عشان كل ده التبرع بالدم مهم، وكيس دم واحد ممكن ينقذ حياة إنسان. أنس بص لماما وقال: لما أبقى كبير هتبرع بالدم، عشان ده خير، وعشان الدم سر الحياة. ماما ابتسمت وقالت: والسفينة كده رجعت مكانها. أنس غمض عينه وقال: تصبحي على خير يا ماما. ماما غطته وقالت: وانت من أهله يا بطل. دي كانت نهاية رحلة السفينة جوه الدم مع أنس. استنونا في الحلقات الجاية علشان نعرف أكتر عن جسمنا ونفسنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. إلى اللقاء.